احنا جهزنا الشريط بتاع الشيخ هنشوفه. ونجيب عشان الدين وكان نشك بشك لما يدرس لابنائنا انا احب الرقص انه شيء الذي استناصر الشاهد هيسلم الابنيه دي التربيه والتعليم. الحل ايوه ان الدكتور مرسي يتدخل مباشره عن طريق احنا الكلام ده هيتقال النهارده في قناه الحافظ في برنامج. الحل بقى ان احنا هنجتمع كل مشايخ الازهر وهنعمل مليونيه للحكومه الجايه على الهوا ليشيل شيخ الازهر ولازم الدكتور مرسي يجيب ليه؟ الدكتور مرسي لو شال نفسه يبقى الحرب السوريات محدش فاهم حاجه. دي مؤامرة، دي مؤامرة، يعني مفيش حاجة تانية غير كده. الأستاذ اللي قاعد أبو جلابية بيتفضل وقال إنه هيقول الكلام ده في قناة الحافظ، هيقوله كمان رسمي النهارده بالليل. وهيقول فيه إنه نعمل مليونية. ده سأله، أنا ما أعتقدش إن الكلام ده يجرؤ إنه هيقوله. هنعمل مليونية وبعدين مرسي شيخ الأزهر. ينفع الكلام ده؟ شيخ الأزهر ده أولا الدستور ما ينفعش تشيلوه. بالدستور اللي انتوا عملتوه ما ينفعش تشيلوه، ده مبدئيا. ده مبدئيا الدستور اللي انتوا عملتوه هيقف في زوركم. ثانيا عيب التعامل مع الفقهاء الكبار والعلماء الكبار. شيخ الأزهر ده إمام، بنسميه احنا الإمام الأكبر، احنا عشان احنا كفار، انما انتوا المؤمنين، انتوا بتوع ربنا، واحنا يعني ما اعرفش بتوع ايه الحقيقه، انما انتوا بتوع ربنا. انما احنا على كل حال بنحترم شيخ الازهر وبنشوف ان هو الامام الاكبر، المساس بيه مساس بكل مواطن مسلم في كل العالم الاسلامي، في كل العالم الاسلامي. شيخ الازهر ليه دعاه في اندونيسيا وفي باكستان وفي الصين وفي الهند وفي البرازيل وفي الارجنتين وفي كل حته، دعاه خارجين متعلمين من الازهر الشريف بيروحوا يخطبوا في مساجد وبيشتغلوا ائمه في مساجد في كل العالم من الازهر الشريف. فشيخ الازهر مش مساله خط احمر ولا مساله ما يتمسش ولا لا. شيخ الازهر له هيبه وله مكانه وله دستور بيحمي موقعه، ان هو قاعد لغايه سن معين. اظن كانوا 70 بعملوه 80 اظن او حاجه زي كده. يا شيوخنا يا افاضل، عايزين تشيلوا شيخ الازهر ليه؟ مضايقكم في ايه؟ عشان رافض يوافق على الصكوك؟ عشان رافض يأخون المشيخة؟ عشان رافض يقول افكاركم؟ هو وافق على الصكوك النهارده بتحفظات، والصكوك قالوا هنشيل منها كلمه اسلاميه وخلاص وتعدي. انما عيب المساس بقيمه كبيره في البلد. الشيخ الازهر ده قيمه كبيره في البلد، عيب انكم تعملوا عليه مؤامرات. الناس دي لازم تسأل في اللي بتعمله ده، لازم تتسأل في اللي بتعمله ده بيقولوا بقى انه البرادعي وجبهة الخراب وجبهة البتاع هي اللي بتعمل. ادي واحد بيدعو المليونية اهو عشان هو جاله مزاجه يشيل شيخ الازهر، فهيعمل له مليونية بالشيوخ الازهر. قال الشيوخ الازهر هيخرجوا معاه عشان يشيلوا شيخ الازهر. يعني نحن نحذر. سؤال للرئيس: